يا دكتور انا بقيت زي الفل، الاسهال وقف، الدم اختفى، ووزني زاد. ينفع بقى اوقف الدواء ده وارتاح؟ اصعب واخطر انتكاسات شفتها في حياتي بدات بالجمله دي. النهارده هقول لك ليه التحسن ممكن يكون فخ، وايه اللي بيحصل فعلا جوه جسمك لو قررت توقف العلاج من دماغك. مش كل الم في البطن مجرد قولة. التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. في امراض الامعاء المناعيه في فرق كبير بين الاعراض تختفي وبين ان المرض نفسه يمشي. انت ممكن تحس انك طبيعي 100%، بس لو عملنا منظار او تحاليل دقيقه نلاقي بطانه الامعاء لسه فيها خناقه شغاله، وده اللي بنسميه النشاط الصامت. انت لو وقفت الدواء انت كده شلت الحمايه وسبت النار تاكل في صمت. اول ما توقف علاج المناعه بترجع تاني لنفس نمط الهجوم اللي كانت ماشيه عليه، والنتيجه نوبه هجمه اعنف بكتير من اللي فاتت. صعوبه اكبر في السيطره لان الجسم بيبدا يعند مع الادويه، والاخطر ان الدواء اللي كان مريحك ممكن ما يرضاش يشتغل تاني لما ترجع له. الوضع بيبقى اخطر بكتير مع العلاجات البيولوجيه. لو وقفت الحقنه او المحلول من غير نظام، جسمك بيبدا يعتبر الدواء ده عدو ويعمل له اجسام مضاده. لما تيجي ترجع له تاني نلاقي الدواء ده فقد مفعوله تماما، كانك ضيعت على نفسك اهم سلاح كان بيحميك. هل معنى كلامي انك هتفضل بنفس الجرعه طول العمر؟ مش شرط، في حالات بنقلل فيها العلاج بس بشروط صارمه: استقرار طويل الامد، سنه مثلا بدون هجمات، تحاليل دم وبراز طبيعيه تماما، والاهم منظار ياكد حاجه اسمها الشفاء المخاطي. هنا الدكتور هو اللي بيسحب الدواء بالتدريج وهو مراقبك بدقه، مش انت اللي بتقرر. الهدف من استمرارك على العلاج مش انك بس ما تروحش الحمام كتير، الهدف هو منع التليف او الضيق او الناسور. احنا بنحمي مستقبلك، بنحمي ان يحصل مضاعفات عشان ما توصلش لمرحله الجراحه. الالتهاب المتكرر او المستمر هو اللي بيخرب الامعاء مش الهجمه الواحده. لو حسيت انك كويس افرح، ده خبر عظيم، بس بدل ما توقف الدواء روح لدكتورك وقول له انا مستقر، هل ينفع نراجع الخطه؟ التحكم في المرض يا جماعه اسهل بكتير من اننا نقعد نجري ورا الهجمات ونطفي الحرايق. صحتك امانه، حافظ عليها. في مدرسه التهاب الامعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.